في عصر الازياء والموضه كلنا عايزين نفتح براند ملابس. قصه النهارده هي قصه ما حصلتش، ولكن لو كانت مشيت بنفس السيناريو اللي اصحابها كانوا يعملوه كانوا للاسف هيفشلوا. الحمد لله ان انا قابلتهم قبل ما يعملوا اي خطوه، وان شاء الله يكون النصيحه اللي اديتها لهم تبقى نصيحه كويسه ويقدروا ينجحوا ما يفشلوا. قصه جالي 3 شباب عايزين يعملوا براند ملابس، قلت لهم كويس جدا تعالوا نقعد مع بعض الاول قبل ما تاخدوا اي خطوه، احكوا لي المشروع كامل عايزين تمشوه ازاي، وبناء عنه هقول لكم توكلوا على الله ولا استنوا نقدر نصلح شويه حاجات. انا كنت رايح وواثق من السيناريو اللي هم يعملوه، بس ما رضيتش اتكلم خالص، قلت هسيبهم يقولوا كل اللي عندهم وفي الاخر اقول لهم القصه فين. 3 شباب قعدوا قالوا لي احنا عايزين نعمل براند ملابس. تمشي كويس، طب انتوا هتعملوا ايه ازاي؟ قالوا لي بص بقى احنا عايزينك بما انك خبره في القماش، احنا جبنا لبس من براندات كبيره، احنا عايزين نفس الخامات. قلت لهم طيب لو انا وفرت لكم حتى الخامات هتعملوا ايه؟ قالوا لي ما تقلقش احنا كلمنا مصنع، والمصنع ده هيبدا في تصنيع الشغل بتاعنا، هنعمل براند ملابس كاجوال رجالي وهنبدا ننتج وهنبيع وهنكسر الدنيا وهنعمل فلوس ان شاء الله مفيش بعد كده، اصل اسم البراند بتاعنا جامد وكمان التصميمات بتاعتنا مختلفه. قلت لهم طبعا انتوا هتعملوا كالاتي، هتاخدوا بقى القماش مني وتشتروا قماش بمبالغ كبيره وتروحوا المصنع ده هيفصل لكم بقى تيشرتات وقمصان كتان عشان احنا داخلين على السيزون الصيفي والدنيا هتبقى حلوه وهيبقى عندكم بضاعه وهتبداوا تبيعوها وتكسبوا وتشتروا بضاعه تاني، صح؟